لدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لحلبة الفروسية لالا ملكة بمدينة الجديدة، استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية الرسمية، ثم تقدم للسلام على سموه الشريف مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس ووزير الشباب والرياضة ووالي جهة عبد دكالة وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. وخصصت جماهير زوار معرض الفرس بالجريدة من جهتها استقبالا حارا لسمو الأمير مولاي رشيد قبل الالتحاق بمنصة الحلبة، حيث تابع منافسات الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عاد لقبها للفارس السعودي عبد الله الشربتلي ممتطيا الفرس اكسكلوزيف، وذلك في أعقاب الجولة الثانية من المسابقة النهائية، والتي عرفت مشاركة 12 فارسا وفارسة. وفي ختام المنافسات قام سمو الأمير مولاي رشيد بتسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للفائز المتوج عبد الله الشربتلي، كما سلم سموه الجوائز على الفرسان الفائزين بالمراكز الأربعة الأخرى. يتعلق الأمر بالإيطالي أريولي روبرتو صاحب المرتبة الثانية، والسويسرية راشيل باشلير التي حلت ثالثة في هذه المسابقة النهائية، والفارس المغربي عبد الكبير والدار صاحب المركز الرابع، ثم الإيطالي توركيتو روبرتو. والتقطت لسمو الأمير مولاي رشيد صورة تذكارية مع الفرسان الخمسة الفائزين، ليقوم بعدها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتسليم الجائزة الكبرى للدور الملكي في القفز على الحواجز 2013 للفائز الفارس المغربي عبد الكبير والدار الذي سبق له أن فاز بالمرحلتين الأولى والثانية من الدور الملكي بكل من تطوان والرباط. إثر ذلك غادر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد حلبة الأميرة لالا ملكة بمدينة الجديدة.